بلاش الفزلكة يا جماعة، بلاش اللي مش عارف يقول أنا عارف، وبلاش اللي ما يقدرش يعمل حاجة يقول لا أنا أعرف وقدها. أول حاجة، مساء الفل والهنا والسعادة على كل حبايب قلبي اللي هيوصلهم الفيديو الجميل ده. هنعمل النهاردة حاجة تضامنا مع كلمة ليه الفزلكة بتاعت مندولين. هنعمل طبخة حلوة قوي ما فيهاش أي فزلكة، كلها سهل في سهل. هجيب الطاسة بتاعتي الحلوة وهنزل عليها على طول بمعلقة سمنة، وهنزل بصلتين حلوين كده أنا فرماهم في الكبة. على طول هياخدوا الكرملة اللي انتوا شايفينها دي، لأن أنا نزلت البصل على السمنة وعلى الطاسة وهي فعلا يعني سخنة جدا جدا. فأول ما حطيت البصل اتكرمل حتة منه كده، فزودت بقية البصلة وزودت نص معلقة سمنة كمان، وقلبت لغاية ما انتوا شايفين كده. وانا بقلب البصل معايا بيدي اللون البراون على طول، بياخد لون الكرملة. وكنت بقى فضلة خيركم جايبة وش فخدة، حتة كده من وش الفخدة قد كيلو، وقلت هنعمل طبق لحمة حلو قوي وسهل قوي قوي قوي، وهينفع جنب أكلات كتير هنعرف نعملها مع بعض. دلوقتي هنقول أجزاء منها، وبرضو هينفع مع أكلات تانية هنقولها. نزلت بمكعبات اللحمة الحلوة اللي انتوا شايفينها دي، صافية خالص ما فيهاش أي نسبة دهون. اللي بيحب اللحمة حمرا يا جماعة يروح للجزار ويقول له عايز حتة من وش الفخدة. فعلا حتة جميلة جدا وناعمة، مش بتاخد وقت للتسوية، بس لو انت عايزها شرايح تبقى أسهل في التسوية كمان. أنا حبيت ان انا اجيبها مكعبات علشان تبقى لايقة على الطبخة بتاعتي. وقلبتها بقى مع البصلة يمين وشمال، واديت لها فلفل اسود وعليه رشة ملح بسيطة. احنا دايما اهالينا عودونا لما يعملوا الفلفل الاسود يحطوا عليه شوية ملح صغيرة. وقلبتها شوية والتانية والتالتة لغاية ما لقيتها ان هي بتتحمر مع البصلة من غير ما اضيف مية. لسه لغاية دلوقتي ما حطيتش مية. وكمان كنت بعمل بسلق بطاطس جنب اللحمة اللي عندي، هعملها بطريقة البيوريه. اول حاجه دلوقتي بس انا لقيت البصله مع اللحمه نشفوا، فنزلت بكوبايه ميه من البويلر على طول سخنه، وهغطي عليها بحيث ان اللحمه معايا تاخد وتدي مع البصل والميه اللي انا لسه ضيفاها. ممكن تحطي نص معلقه بهارات لحمه لو عندك، وممكن ما تحطيش. كفايه عليا قوي في الاكله دي الفلفل الاسود والملح، مش عايزه ازود ولا نعمل اي فزلكه من اي نوع في الاكله بتاعتنا الحلوه دي. ضفت بعد كده النص او الربع معلقه بهارات مع البصله مع اللحمه وغطيتها، وزي ما انتم شايفين بدأ بقى البصل المتكرمل الجميل دوت. كل ما اللحمه بتستوي جواه كل ما بيديني طعم وشكل وريحه حاجه تانية خالص. ومش عايزين ان احنا ننشف البصل بتاعنا، كل ما هنلاقي البصله بدأت تشرب في الميه هديها سنه سنه كده ايه من الميه. وطبعا طبقنا الحلو الجميل اللي هو روميو وجولييت بعد ما عملنا البطاطس بتاعتنا بيوريه. الأول هرسنا البطاطس ونزلنا عليها بكوباية لبن، وبعدين معلقتين زبدة وفلفل أسود وملح أبيض، وبعد كده غطينا الوش بتاعها بشوية بقسماط ودخلناها الفرن. طلعت بالمنظر الحلو ده. وطبعا ممكن ان انت تحطي معاها كمان رق لحمة مفرومة تحت. هنطلع بعد كده جزء من البطاطس بتاعتنا البيوريه مع الجزء من اللحمة الوش الفخدة الحلوة اللي اتعملت أحلى كباب حلة. كباب حلة سهل بطريقة أمهاتنا، كباب حلة ما فيهوش فزلكة، طعم تحفة. الصوص بتاع اللحمة مع لقمة البطاطس بالعيش البلدي يا جماعة، مش عايزة أقول لكم حاجة فعلا طعم وهمي. الأكلة دي انتوا هتاكلوا بدل الرغيف 2 و3 من حلاوتها. يا رب يكون الفيديو عجبكم وأفادكم. أسيبكم في خير وعلى خير وأشوفكم في خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.